حالة من الاستياء والانزعاج على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ميرا النوري. لا تزال العراقية ميرا النوري تتصدر محركات البحث ومواقع التواصل بعد تداول مقاطعها على التيك توك، والتي ظهرت وأظهرت فيها كل شيء. وليكن بعض التفاصيل حول ميرا النوري. ميرا النوري هي فتاة عراقية تتصدر محركات البحث بسبب محتواها الهابط، وازداد البحث عن ميرا النوري مؤخرا بالتزامن مع حملة السلطات العراقية على المحتوى الهابط. وبدأ البحث عن من هي ميرا النوري، ممثلة أفلام البورنو العراقية، وعلاقتها بإيلينا إنجل العراقية. فقد تناقلت مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو للفتاة عراقية تدعى ميرا النوري، التي اشتهرت بتقديم وتصوير أفلام غير أخلاقية ومنافية للقيم الإسلامية، مما تسبب في حالة من الجدل مطالبين التحقيق من هوية ميرا العراقية ومكان تواجدها. واختارت الفتاة العراقية لنفسها طريق ممارسة الأعمال الغير أخلاقية مع الرجال بمقابل مالي. وتروج ميرا النوري لفيديوهاتها الغير أخلاقية مع الرجال عبر مواقع أونلي فانز لجذب المراهقين. وتواصل السلطات العراقية حملتها لاعتقال ومحاكمة من تسميهم أصحاب المحتوى الهابط، وهم مؤثرون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي. ويتواصل الجدل حول إبعاد الحملة وشرعية مبرراتها. وقد أعلنت السلطات القضائية قبل أيام اعتقال عدد من الناشطين على السوشيال ميديا وتصديق أقوالهم. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن المتهمين قد صدر بحقهم أوامر قبض قضائية وفقا أحكام المادة 403، والتي تسيء للآداب وللذوق العام وتخدش الحياء. ويدعو المنتقدون لحملة الاعتقالات المتواصلة منذ أيام السلطات إلى تعريف المحتوى الهابط، محذرين من إن المفهوم مطاط وقد يستخدم لتكميم الأفواه. ده كان فيديو النهاردة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.